الاهلي بيطلب استبعاد مملكة تيسيما من اداره نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب. ده خبر ما حصلش. الحقيقه كشف الاعلام احمد شوبير اللي اكد ان الاهلي ما عندوش اي نيه لتقديم طلب للاتحاد الافريقي لاستبعاد الحكم الاثيوبي، واكد ان الاهلي دلوقتي بس بيركز على مباراه العوده، وان شاء الله يرجع باللقب ال11 في تاريخ النادي. في نقص في بعض السلع الغذائيه وارتفاع في اسعار الخضار والفاكهه. ده خبر مضروب. والحقيقه كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه باتحاد الغرف التجاريه المصريه، واللي نفى وجود اي ازمه او نقص في المعروض من السلع الاستراتيجيه اللي بتهم المواطن، وقال كمان ان اسعار بعض المحاصيل زي البطاطس والطماطم والبصل في متناول المواطن. غير كده هو كمان وضح ان الدوله بتصدر حوالي 7 مليون طن حاصلات زراعيه لكل دول العالم. محاصيل المانجا في مصر اتضررت بسبب العواصف الترابيه. ده خبر حصل بس مش كده. والحقيقه كشفها محمد محمود الخبير الزراعي ومدير مركز البساتين الزراعيه الاسبق، واللي اكد ان بعض المحافظات اللي بتزرع المانجا اتاثرت من العواصف الترابيه، لكن مش بشكل كبير، وبعض ثمار المانجا وقعت فعلا قبل نضوجها، بالذات في محافظه الاسماعيليه اللي نسبه التاثر فيها ما حصلتش 30%. الجامعات المصريه بتقبل الطلاب العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان الدارسين اونلاين. ده خبر ما حصلش. والحقيقه كشفتها وزاره التعليم العالي اللي نفت الموضوع تماما، وشددت على ان نظام الاونلاين ده لا يعتد به ومش بيدخل ضمن نظام التحويل الحالي، واكدت ان قبول الطلاب المصريين الدارسين بس بالانظمه التعليميه اللي بتعتمد على حضور الطلاب كاساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته في الجامعات المصريه. وكمان خصصت البريد الالكتروني ده للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانيه الروسيه الاوكرانيه. اكتشاف اثري جديد في قريه دسونس ام دينار في دمنهور. ده خبر ما حصلش. والحقيقه كشفتها محافظه البحيره اللي نفت وجود اي اكتشاف اثري في القريه اللي بيتنفذ فيها مشروع للصرف الصحي تبع مبادره حياه كريمه. قطع وازاله الاشجار من حديقتي الحيوان والأورمان اثناء عمليه التطوير. ده خبر ما حصلش. والحقيقه كشفها مصدر حكومي مسؤول واللي اكد انه مفيش اي نيه لقطع اي من اشجار الحديقتين او المساس بيهم، وقال ان كل اللي هيتعمل هو مجرد تقليم وتهذيب للاشجار من فوق علشان مظهر الحديقتين.